أعزائي المشاهدين، من قلب الحدث النهارده معانا إدارة المرور، معانا مقدم وسيم غطاس من إدارة المرور والإرشادات وتوعية وتثقيف المواطنين والأطفال على المرور النشئ الجديد. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. سعادتك النهارده في الحفله، انا شفت واحنا موجودين في حفله احنا شعب واحد في حب مصر، لقيت سعادتك دخلت وابتديت تقول نصايح كتير عن المرور للاطفال. تمام، كان هم دول النشء الجديد اللي هتطلع بيه الدوله. تمام. فهم الاساس، لان هم دول الجيل اللي جاي اللي لازم يبقى يكبر عارف القواعد والاسس اللي هيلتزم بيها، لان هو ده الجيل اللي هيكمل المسيره بعدين. المنظومه دي بقى لها كتير في المرور؟ بقى لها فتره فعلا. ما كناش بنشوفها كتير ليه؟ اسباب كتير وانشغال كتير لظروف الشغل وظروف الدوله وحاجات كتير يعني. تمام. حضرتك تحب تنصح ايه الكبار قبل الاطفال؟ تحب تنصحهم بايه؟ انا ابني لما هيشوفني بلتزم هيطلع ملتزم زيي. ما ينفعش ان انا اقول لابني غلط ان انا ارمي حاجه وانا راكب عربيتي في الشارع وهو يشوفني انا برمي واقول له التزم. لما يشوفني انا بحافظ على نظافه الشارع وبحافظ على نظافه بلدي، بيشوفني انا بلتزم باشاره المرور، ما بمشيش غلط، ما بمشيش عكسي، ما بركنش غلط، هو هيكبر من جواه الحاجات دي كلها، هيطلع هو بطبعه ملتزم، هيبقى التزام في طبعه. انا شايف العربيه مجهزه، تجهيزاتها ايه ان احنا نقدر ننشر الوعي والثقافه؟ انا شايفها مجهزه بجهاز حاسب آلي ومكبرات صوت وحاجه تكنولوجيا حلوه قوي يعني جميله. ايه مميزات العربيه؟ احنا مبدئيا معانا كتيبات بنوزعها على الاطفال، بتعرفهم قواعد المرور اللي يلتزموا بيها طول عمرهم. تمام، لان قوانين المرور دي قوانين عالميه في الدوله كلها. تمام، الى جانب ان احنا معانا بندعو بيها الناس للالتزام. تمام، معانا برامج كتيرة بنعرف بيها الناس على قانون المرور وقواعد الالتزام بيه. تمام، بنصور لهم تبعيات عدم الالتزام بقوانين المرور بتؤدي إلى أخطار. تمام، المفروض ان احنا بنتجنبها حفاظا على امننا وسلامتنا وسلامة اولادنا. تمام، الى جانب ان هي ليها اضرار ماديه. تمام، انا عربيتي لما بتتخبط بروح اصلحها بتكلفني نسبه الحوادث بتؤخذ كنسبه عالميه للدول كلها. الى جانب ان انت النهارده بيقاس مدى ثقافه الشعب في دول العالم بمدى الالتزام بالقواعد المروريه. تمام. طب حضرتك انت شايف النتيجه بتبقى كام في المية من نزولكم وتوعيتكم للناس؟ ابتديتوا تشوفوا النتائج عامله ازاي؟ مدى استيعاب الناس للتثقيف وللتوعيه بتاعتكم، يعني مداها قد ايه والنتائج قد ايه؟ هل هي سريعه ولا هي بتاخد وقت ولا نتائجها؟ لا، في نسبة طبعا تقدم، في تحسن، الناس ابتدت تستوعب، الناس ابتدت تحس بمدى أهمية الالتزام بقواعد المرور، وابتدت تحس بفايدة الكلام ده كله. تمام، والناس ابتدت تستجيب فعلا ونسبة مش قليلة. طيب بالنسبه لناس كتير قوي معاهم رخص وبيسوقوا العربيات بس ما عندهمش معلومات كافيه عن السواقه، آداب السواقه، الالتزام، ايه اللي ليه وايه اللي عليه، يعمل ايه علشان يعرف ده كله؟ هو عايز يعرف ايه اللي ليا وانا ماشي في الطريق وايه اللي عليا. احنا اوريدي بنوزع كتيبات بقانون المرور. المفروض ان حضرتك بتسوق عربيه انت المفروض تبقى على علم ودرايه بقانون المرور، والمفروض ان انت لما بتروح تطلع رخصه القياده في اختبار الشفوي ده بيختبرك في علامات المرور كلها. تمام، وبيختبرك قياده، بيختبرك في الاختبار الشفوي ده للعلامات قبل القياده، لان انت لو مش على درايه بهذا الكلام وبالعلامات دي كلها ما ينفعش، حتى لو بتعرف تسوق ما ينفعش انك تسوق، لان في العالم كله الناس بتلتزم بالاشارات دي كلها. مقدم وسيم غطاس، احنا من قلب الحدث بنحييكم وبنقدر مجهوداتكم وبنقول لكم بجد احنا كلنا معاكم وبنشجعكم ومبسوطين جدا 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 بوجود حضرتك وبوجود اداره المرور في حفله زي كده وفي حي مصر الجديده وبالتوعيه اللي بتعملوها. مع الشكر جزيل لكم. شكرا. اعزائي المشاهدين من قلب الحدث، احنا شفنا قد ايه رجال المرور ملتزمين جدا، بيوعوا الاطفال بطريقه جميله جدا وثقافه جميله قوي. تابعونا في قلب الحدث. شكرا.